السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه النهارده؟ بقى ان شاء الله هنفرز التوم. يلا تعالي كده بسرعه نلحق التوم وهو لسه اخضر قبل ما ينشف، ونفرز احلى توم. دول انا عملتهم كده من الاول. ابتدينا بقى نسمي الله ونصلي على الرسول، ونجيب التوميه كده ونمسكها ونقطع كل التوم اللي معايا. الراس بتاعتنا لوحدها والعرش ده لوحده عشان هنرميه، مش عايزينه تاني. ويكون التوم بتاعنا ابيض، لازم يكون ابيض، يا ريت يفضل ان هو يكون توم ابيض. الاحمر مش حلو قوي. هنمسك بقى كده التوم، نقطع الراس بتاعتها كده ونرميها، ونشيل القشره الخارجيه كده اللي هي من بره عشان كلها تراب وحشه، نرميها. ونمسك بقى القشر التاني بتاعنا ده كده اللي من جوه، نروح شايلينه ونروح حاطينه في طبق فاضي علشان هنجيبه، وفي الاخر هنفرزه ونعمله توم باودر. هننشفه في الفرن وهيبقى سهل، والطريقه سهله ان شاء الله. وهيبقى توم ابيض زي الفل كده، زي قلبك بالظبط. مش هتلاقي احلى ولا اسهل ولا طريقه ابسط من كده. هنسمي الله ونمسك بقى التوميه، نشيل القشره اللي من جوه. بين التوم والتوم كده في قشر خفيف، هناخد كل القشور بتاعتنا دي. يعني احنا هنستفيد من التوم من كل حاجه. هناخد بقى القشور بتاعتنا ونعمل حبه كده محترمين. نفضل نفصص ونشيل كل قشره وقشره لوحدها. وفي جوه التوم في النص كده، هنقول كده بيتشال ويترمي، علشان لما اجي افرم التوم ما يبوظش الكبه ولا الخلاط بتاعي، وفي نفس الوقت هو مش حلو. هنشيله. عايزاه مش بالفص، ممكن بالكتله، يعني قطعه قطعه كده، وبين كل حبه تاخد القشر اللي بينهم، وتروحي حاطه الباقي. نفصل القشر عن التوم، وكل التوم اللي بنطلعه بنخليه لوحده. وطبعا يكون ايدينا نظيفه، ويكون معانا فوطه كده بنمسح اول ما بنشيل الراس بتاعتنا، او منديل، ان نكون ماسحين ايدينا علشان لما اجي اطلع القشره اللي بعد كده تكون القشره بيضه وجميله زي ما انتوا شايفين. والطريقه سهله قدامك اهي، انا بوريكي. اول قشره برميها كويس، وبعد كده بجيب السكينه، وبعد كده بقطع الراس، وبعد كده خلصت الكميه اللي معايا كلها. انا ما عملتش الكميه كلها، انا عملت نصها، يعني عملت مثلا يجي 2 كيلو من التوم. بصي طلع لي قشره قد ايه. هسخن الفرن ربع ساعه على درجه حراره عاليه، وبعد كده ادخل الصينيه بتاعتي واطفي واسيبها بقى شويه كده حلوين. هتلاقيه طلع لونه ذهبي وجميل. وهنا هجيب الكبه بتاعتي، احط فيها نصها كده توم، واحط فيها معلقه خل، معلقه زيت، معلقه ملح صغيره جدا، واروح ضرباهم. التوم هيطلع ابيض وجميل في منتهى الجمال، ولا هيصفر ولا اي حاجه، زي ما انت شايفه كده. عايزه معجون توم ناعم قوي، اضرب قوي. عايزاه مضروب نص نص، يعني مجروش كده، هضرب ايه؟ ما اضربش قوي، اضرب ضربتين وخلاص. وفي نفس الكمية بنفس الطريقة هكمل الكمية زي ما قلت. معلقة خل، معلقة زيت، معلقة ملح صغيرة جدا. ماشي. ونخلص بقى كل الكمية اللي معانا. عايزة تحطي بقى في بطرمان، تمام. عايزة تحطي في علبة من العلب البلاستيك دي بتاعت التلاجة الصغنونين قوي دول، اللي بيتباعوا عند الراجل بتاع مستلزمات الأدوات المنزلية بتاع البلاستيك والحاجات دي، خلاص ماشي تمام. وهن ايه نحطهم. ما عندكيش ده كله، عندك كيسين في البيت كده، ريحي نفسك كده وروحي مطلعاهم وحاطه فيهم. وانا هوريكي برضو الشكل دلوقتي بعد ما احطه في كيس التلاجة هيبقى عامل ازاي. وسهل وهنقطعه. بصي هيبقى احلى توم معاكي، وفرستي توم، وكمية هتبقى جميلة وكبيرة معاكي، وهيقضيكي. اهم حاجه لما تيجي تحطي في التلاجة متخافيش، ريحته مش هتبقى نفاذه ولا حاجه، ولا هتاذيلك بقيه الحاجات اللي في الفريزر. احنا بنجمده في الفريزر، ما ينفعش نطلعه غير واحنا هناخد منه. واول ما بنطلعه ناخد منه ونروح حاطينه تاني. بصي بقى، انا حطيت دلوقتي في كيس التلاجة، وقطعته مكعبات بالطول وبالعرض، وايه، هفضل ادوس عليها عشان اعمل علامات للمكعبات بتاعتي زي ما انتوا شايفيني كده بالظبط. واتني الكيس. وكده بقى شكله بعد ما قطعنا وفرزنا. بصوا انا طلعتهم بس عشان التصوير. اول ما بخلص فرم التوم بحطه في الفريزر على طول. بحط العلب بتاعتنا او الكيس في شنطه، واربطهم كويس قوي واحطهم في الفريزر. العلبه اللي هاخد منها هي اللي هفتحها واخد منها واقفلها تاني كويس واحطها. وده شكل القشر بتاعنا بعد ما لونه احمر وتحمص خالص. لو عندك الفراير حطي فيها، وهي هتطلعهولك برضو حلو وتمام قوي. ما عندكيش يبقى في الفرن زي ما انا قلت لك كده الطريقه بالظبط. وتحطيها بقى في المطحنه بتاعتنا، وتفرمي التوم كويس قوي، وتنعمي قوي قوي قوي.